السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال ان شاء الله. كده يا حبايبي هعمل معاكم النهاردة كشري اقتصادي وبسيط. وبصوا، ما حبيتش اطول معاكم في الفيديو كده، بس احنا متعودين مع بعض دايما بنصلي على النبي. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وحشتوني وبتوحشوني كل ما فيديو بيعدي. ربنا يخليكم ليا وينور لكم حياتكم ويجعل ايامكم كلها عيد وفرحة وسرور وسعادة. تعالوا يا حبايبي كده نشوف النهارده طريقة الكشري مع ام حنين، اقتصادية وجميلة. اهوت يا حبايبي حمرنا الشعرية وبعدين نزلنا عليها بالرز وهننزل عليها كمان بالعدس. ازاي يا ام حنين انت بتعملي الطريقة دي؟ تعالوا شوفوا طريقة ام حنين، مدبرة وموفرة وجميلة، هتعجبكم قوي. ربنا يخليكم ليا وما يحرمنيش منكم وما يحرمنيش من تعليقاتكم الجميلة. ربنا يا رب يجعلكم دايما كده منورين في حياتي ومنورين لحياتي يا رب. تعالي شوفوا النهارده اهوت هنعمل كشري اهوت. شايفين عملنا الرز مع العدس مع الشعرية مع كله، وهالطريقة هتطلع كمان زي العسل وهتعجبكم قوي. والطماطم معايا اهيت، وهنقلي بصلايه هنقلي كده فص توم مع قرن شطه، وهننزل عليهم بالطماطم. شايفين المنظر اهو. وتعالوا شوفوا الرز بعد ما عملناه، بصوا ما شاء الله طيب كله مع بعضه وطالع جميل وحلو. والعدس ما شاء الله زي العسل وكله طيب مع بعض. ازاي ام حنين الطريقه دي؟ خشوا وشوفوا الفيديو واتفرجي عليه وهتعجبكم الطريقه قوي. انا عارفه كمان ان انتوا بتعملوا احسن مني، والله عارفه ان انتوا بتعملوا احسن مني كمان، بس انا بحب اشارككم دايما معايا في كل حاجه. ربنا يخليكم لي يا رب ويتنيكم منورين عليا حياتي وما يحرمنيش منكم. شايفين التسبيكه اهيت ما شاء الله، بعد ما اتسبكت ما شاء الله كانت زي العسل. والمكرونه هي اتسلقتها معاكم. انتوا عارفين ان انا عامله الكشري دي معاكم قبل كده، بس انا في حبايبي كده حبوا ان انا اصوره معاهم تاني. وادي ديت الدقه اهيت. ولو عايزين تشوفوا الخطوه عايزين تشوفوا الخطوات ازاي، اكتبوا لي في التعليقات وانا هقول لكم الخطوات ازاي. ما شاء الله لا قوه الا بالله. شايفين الكشري اهوت بعد ما غرفناه. ربنا يخليهم لينا كده، ابويا وحماتي وكلهم موجودين وستي بيحبوني يا حبايبي، انا اللي اعمل لهم الاكل دايما. انتوا عارفين ان انا قاعده في بيت عيله كده. ربنا ما يحرمكوش من اللمه يا رب. كده دايما تكونوا في اللمه وتكونوا في فرح وسرور وسعاده، ويجعل ايامكم كلها عيد وفرحه وحاجات من الجميله ديت. شايفين يا حبايب الكشري اهوت ما شاء الله. امبارح كنت مصوره لكم كده واحنا في فرح بنت خالتي. والله يا حبايبي عندنا هنا في المنوفيه لازما خال العروسه بيودع عشاء هو وستها، ولازما خالات العروسه يا حبايبي البنات بيودع عشاء. امبارح كنت مصوره معاكم وانتوا شايفيني وانا ماشيه في الفيديو. ما شاء الله لا قوه الا بالله، بيبقى فرح وسرور وسعاده. ربنا يجعل ايامنا كده في الفرحه يا رب، وينجح اولادنا اللي في الثانوي. وبعد ما خلصنا عمايل الكشري اهوت يا حبايبي دخلنا على اوضه حماية. ربنا يبارك في عمره ويخليه وما يحرمناش منه يا رب، وما يحرمناش من دخلته علينا. ودايما كده يا رب يكون منور لنا حياتنا، ويكون يا رب ربنا يتم شفاعه على خير. ودايما كده يا رب يكون كويس كده، وربنا ينجح لكم اولادكم اللي في الثانوي وما يحرمكوش منهم. واي حد يكون عنده اولاد في الثانوي وربنا ينجحهم، وربنا ينصر اهل فلسطين وينصرهم على من يعاديهم. وربنا يا رب كده يجعل ايامنا كلها خير وسعاده. شايفين يا حبايبي اهوت هي الاوضه بالاسمنت، وانا دايما مصوره معاكم قبل كده، بس انا بحب يا حبايبي ارفع من روح حماية المعنويه كده، ودايما كده انضف له اوضته. انتوا شايفين يا حبايبي بيحب يعمل لنا كل حاجه حلوه، ويجي لحد هو ويستخسر ويقول لا انتوا اهم حاجه انتوا تكونوا مسعدين وتكونوا بخير. شايفين اهوت يا حبايبي مسحت لهم الاوضه. ادعوا كده يا حبايبي ربنا يرزقني واتمنى كده ان انا اعمل له اوضته ديت وابيضها له. ودايما هشارككم معايا كده. ربنا يخليكم ليا وما يحرمنيش منكم. وانتوا عيلتي التانية ربنا يخليكم تفعلوا له قناتي. ربنا يا رب يزيدكم نعمة ويسترها معاكم ويحبب فيكم خلقه. ربنا يا رب يسترها معانا ومع المسلمين اجمعين، وينصر اهل فلسطين وينصرهم على من يعاديهم. شايفين يا حبايب المنظر اهوت ما شاء الله لا قوه الا بالله. بعد ما فرشنا وعملنا، بالله عليكم ما استاهلش لايك. اهم حاجه لو وصلتوا معايا لحد هنا ما تنسوش اللايك والاشتراك علشان خاطر يوصلوا كل الفيديوهات بتاعتي الجديده. يومنا ما خلص يا حبايبي. تعالوا نشوف هنعمل في اوضه التانية اللي احنا بنخبز فيها بس احنا لازم نروقها مع بعض كده ونشوف الاوضه هتنضف معانا ازاي وكانت ازاي وهتبقى ازاي. شايفين يا حبايبي ما شاء الله لا قوه الا بالله. الاوضه بتاعت حمايه هي على قد حلقه وكده، بس ما بتروقيها بتنضف وبتبقى جميله وحلوه. ربنا يا رب يجعلكم دايما كده منورين لقناتي وما يحرمنيش منكم يا رب. كل اللي بيشاركني ويدعمني ربنا يبارك له في اولاده ويبارك له في حياته،
ربنا يا رب ما يدخلكوش حاجة وحشة، دايما يكون مدخل لكم السرور والسعادة يا رب. اللي بيدعمني يا رب ربنا يكرمه ويديله الصحة والعافية ان شاء الله كده يا حبايبي. بإذن الله هنخش على الأوضة التانية اهوت. شايفين المنظر من كده؟ علشان تكسبي رضا حماك وحماتك لازم تريحيهم وتعملي لهم اللي هم عايزينه يا حبايبي. رضا الحما والحما يعني ما تفكريش ان هم حماك وحماكي، ما تعتبرهمش كده، اعتبريهم ان هم ابوك وامك، وانت هتلاقي الدنيا معاك عايشه حلوه ومرتاحه وما فيش اي مشكله. ما تقوليش لا ده حمايا وحماتي لا مش هعمل لهم او كده وتستخسري صحتك. والله يا حبايبي بصوا ربنا بيديكوا الصحه وبيخليكوا تعملوا كده كل حاجه من غير ما تحسوا بيه. بس اهم حاجه وانتوا بتشتغلوا اذكروا الله كتير، اذكروا الله وانت بتشتغلي كتير، وانت هتلاقي الشغل سهل وبسيط خالص ومش هيبقى فيه اي مشكله. والله يا حبايبي ما بيشوفوني كده لما بعمل لهم الحاجه وبيفرحوا بكفايه دعوتهم. دايما ست تقول دعوه الحما في السماء ودعوة الأم في الكم. هي الأم برضو ربنا يخليهم لنا وما يحرمناش منهم، بس راضيهم راضي أبوك وأمك وحماك وحماتك، ربنا يخليهم ما يحرمكيش من لمتهم. اللمة حلوة يا حبايبي، الوحدة وحشة، ربنا يا رب ما يكتبهاش علينا الوحدة ديت، ودايما كده نكون في اللمة ويكونوا يا رب منور لنا حياتنا كده دايما على طول. والله يا حبايبي بصي دايما ست تقولي يا حبيبتي بيت الراجل زي الجامع، لو عملتي فيه بذمة ربنا بيرضيك ما بيضيعش تعبك. ربنا بيضيعش تعبك، هتشوفيه كله في الآخرة، وما شفتوش في الدنيا هتشوفيه في الآخرة. بس والله يا حبايبي كفاية دعوتهم، ربنا يخليهم يا رب ويكرمهم ويدوم الصحة وما يحرمناش منهم يا رب. يا رب ينصر أهل فلسطين وينصرهم على من يعاديهم، وينجح يا رب أولادنا اللي في الثانوي ويوفقهم ويحقق لهم يا رب كل اللي بيتمنوه يا رب العالمين. ربنا يجعل أيامكم كلها خير وسعادة وسرور، ربنا يحميكم ويسترها معاكم، وربنا يحبب فيكم خلقه. ربنا يا رب ينصركم على من يعاديكم، ربنا ما يدخلكوش أي حاجة وحشة خالص، انتوا اللي زيكم كلكم. ربنا يا رب كده ينصرنا وينصر أهل فلسطين وينصرهم على من يعاديكم. تعالوا يا حبايبي كده نشوف تروقنا اوضه الفرن اهوت. ما شاء الله لا قوه الا بالله. والله يا حبايبي ما خدت في ايدينا اي وقت. احنا بنغبس فيها بس لازم كده ننفضها علشان خاطر من الرده يا حبايبي. لو ما نفضتهاش اول باول كده على طول ولميت العيش اللي على الفرن ده بعد كل خبزه، والله يا حبايبي الاوضه بتتلم عليها نمل، والدنيا حر والنمل ما تعرفيش بيجي منين. واحنا ما احناش عايزين كده، ربنا يخلينا يا رب كده ويدينا الصحه ويكرمكم يا رب. يا رب يكرمكم ويحرمكم من اي حاجه انتوا عايزينها يا رب. يحقق لكل واحد بيسمع الفيديو بتاعي، يحقق له كده يا رب كل اللي بيتمناه وما يحرموش من صحته يا رب العالمين. شايفين اهوت يا حبايبي نفضنا السراير اهوت، وهنلم الحصيره ديت اهوت، وهكنس معاكم الاوضه وهمسحها. انتوا شايفين ان هي اسمنت عادي خالص اهي، بس عادي ما فيش اي مشكله. هنكنسها وهتبقى جميله دلوقتي وهنمسحها. بصي ما تبخليش على اي حاجه. بصي ما بتنضفي الحاجه كده، الحاجه اللي انت بتنضفيها بتدعي لك، لان انت بتعمليها هي وتنضفيها اول باول. والله العظيم يا حبايبي بصوا بتحس ان الشغل سهل وبسيط خالص. ما بتعب لما ببص للمنظر كده بعد ما بخلصه، ببقى مرتاحه خالص وببقى مبسوطه باللي انا عملته، ما ببقاش فيه اي تعب. ربنا يا رب كده يريح قلبكم ويستركم يا رب. ربنا يستركم دايما في الدنيا وفي الاخره. دايما ست يا حبايبي تدعي لي تقول لي ربنا يسترك يا بنت دنيا واخره. بكفايه يا حبايبي الدعوه ديت، اما بتلاقيني بعمل لها اي حاجه بصوا بتبقى مبسوطه وبتدعي لي دعوات يا حبايبي. اديكم انتوا سمعتها في الفيديو اللي فات، بتدعي يا حبايبي كده من قلبها بصراحه، وبتدعي لكم انتوا كمان ربنا يا رب ينجح لكم اولادكم ويريح بالكم. اهم حاجه يا حبايبي راحه البال، راحه البال دي بكفايه. شايفين اهوت بمسح اهوت، هي مش بلاط ولا كده، هو اسمنت عادي، بس ما بتمسحي كده بتلم الترابه ديت وما بيبقاش فيه اي ترابه. وحتى الاوضه كمان ببقى حاطه كلور وحاجات في اللميه علشان خاطر النمل ما يبقاش فيه نمل وكده مكان الرد. والله الاوضه بتنضف وبتبقى حلوه بصوا وما بتتعبش اهوت. شايفين اهو بغطس في البستله ديت عينينا يا حبايبي المسيح الاوض وكده بنمسح بيها علشان خاطر انا ما بعصرش الشرشوب، انا بلم التراب كده اللي على الارضيه لاني مش عايزه جركن ولا كده. يا رب لو الفيديو عجبكم تكتبوا لي في التعليقات، انا قبل اي تعليقات منكم. ولو حاجه ما عجبتكوش في الفيديو اهم حاجه تشاركوني، لان انا بحبكم في الله وبحب اي حد يشاركني بدعي له ربنا يستره ويستر اولاده ويخليهم له ما يحرموش منهم. يا رب كده تكونوا انتوا السبب في تفعيل قناتي يا حبايبي، وربنا ما يحرمنيش منكم. ودايما كده يا رب نكون مع بعض في الخير والسعاده والسرور. ربنا يا رب بدعي كده لكل حد بيشاركني وبيشارك قناتي، ربنا يستره دنيا واخره ويسترها معانا ومع المسلمين اجمعين.
شايفين يا حبايب الاوضه هي بعد ما عملتها ما شاء الله لا قوه الا بالله بتنسي التعب كله. هي اوضه بسيطه وحلوه، بس لازم تنضفيها. هنا يا حبايب الصواني بتاعت بنحط فيها المواعين اللي احنا بنقرص فيها. انتوا عارفين ان احنا في الارياف بنقرص كده على صواني وعلى طبالي وحاجات من دي، بس لازم تكون حاجتها كلها نظيفه. حاجه الخبيز ده لازم كلها يا حبايب تكون نظيفه. ما تنضفي الاوضه كده تيجي وانت بتقرصي او انت بتعجني، لو حاجه وقعت على الارضيه ولا كده تبقي انت ايه ما انتش قرفانه منها. وشايفين اهوت ما شاء الله بعد ما خلصنا. يا رب كده الفيديو يعجبكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مع الف سلامه.